بصوا يا جماعة، حتة الفرخة دايبة دوب ازاي. طاجن فراخ كده بالبصل، انما ايه، ممكن تقولوا عليه كباب حلة، بس هو خارج من الفرن كده واخد حتة صوص عالمي. بصوا الحلاوة والجمال. تعالوا اقول لكم السر. عندي معلقة صغيرة من الملح، نص معلقة فلفل اسود، نص معلقة من البصل البودر والثوم البودر، بابريكا مدخنة، بهارات الشوي، وكمان السبع بهارات، وشويه من توابل الفراخ. كل الكلام ده بقى هنزل عليه ب3 معالق كبار من الزيت. تمام. وبعد كده هفضل بقى اقلب الزيت مع كل التوابل اللي انا حطيتها علشان يعملوا تتبيله حلوه اقدر اتبل الفراخ. بصوا بقى، دي قطع فراخ من الصدر، انا خدت لي صدر حلو كده وقطعته قطع زي ما انتم شايفين اكني شيش طاووق. بعد كده هدي بقى التقليبه الحلوه والجميله في الفراخ دي، وممكن بقى اسيب الفراخ في التتبيله دي ممكن بقى ساعه ساعتين ليله كامله علشان تشرب منين، تشرب من التتبيله. هفضل كده بقى ادي التقليبه التمام. لازم كل فرخه، كل حته فرخه تتغلف بالتوابل. بصوا شكلها حلو ازاي، هي تتاكل وهي نيه اصلا. عندي بقى طاسه حلوه كده، هنزل عليها بحته سمنه بلدي حلوه جميله زي ما انتم شايفين، وانزل بقى يا باشا بقطع الفراخ. لازم يا جماعه الطاسه بتاعتي تكون سخنه قوي، وقطع الفراخ احطهم كده حته حته علشان ايه، الفرخه ما تنزلش ميتها وتبقى جوسي من جوه. مكان التتبيله بقى نزلت كده ببصل مقطعه جوليان زي ما انتم شايفين شرايح، وبدات احط مكان التتبيله واديله كده من ايه، من التتبيله الجميله بتاعتنا، واسيبه على جنب. بص بقى الفراخ ما نزلتش ولا نقطه ميه، هي حبست كل الصوص بتاعها او كل العصاره بتاعتها جواها، هتبقى طريه وجميله. شايفين السمنه ما فيهاش نقطه ميه ازاي، شايفين حته الفرخه اصلا واخده شكله حلو وجميل ازاي. هبدا كده بقى اشيل قطع الفراخ كده على جنب، وفي نفس الطاسه اللي انا عملت بيها الفراخ هبدا انزل بقى بالبصل اللي انا مقطعه شرايح، وكمان كده هضيف له رشه بسيطه خالص من السكر علشان يتكرمل. انا عاوزه ايه، عايزه متكرمل. حطيته ورشه السكر، وابدا كده ادي التقليبه التمام، واسيبه بقى ايه، يتكرمل خالص يا جماعه. وايه، واصبروا عليه حبه حلوين. بصوا يا جماعه بدا يتكرمل ازاي. شايفين اول بقى ما ياخد يبدا الكرمله دي، هنزل كده بايه، بمعلقه صغيره من الثوم المفروم، وادي كده التقليبه واسيبه برده ايه 5 دقايق. شايفين يا جماعه بعد الكرمله الحلوه دي هبدا كده احط بقى قطع الفراخ. بصوا بقى قطع الفراخ نازله لسه ده انا هعمل لكم حته صوص هتدعوا لي عليه. ويلا قولوا لي بقى انتوا بتتابعوني منين للناس اللي بتتفرج. هبدا بقى اخد كده معلقه كبيره من الصلصه واحطها كده على قطع الفراخ الحلوه دي. شايفين يا جماعه شويه بقى ميه حلوين يكونوا سخنين، وممكن بقى يعني الميه او الفراخ تشرب الميه ابدا اقدمها. لكن علشان الوصفه تبقى حلوه وجميله حطيتها في طاجن، وهبدا كده اخدها ادخلها الفرن درجه حراره 180، بتقعد حوالي ايه، ربع ساعه بالكتير. الفراخ تاخد اللون الجميل، البصل يتكرمل اكتر. بصوا بقى حته الفرخه، افتح بقى يا باشا، بص الحلاوه والجمال. يلا بقى لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وكومنت وكمان شير وسبسكرايب للقناه. كان معاكم الشيف ابانوب، وكل يوم وصفه جديده.